السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد على قناة وصفات أم عمر. كنتمنى إن شاء الله تكونوا كاملين على خير وبخير. غنشارك معكم اليوم إن شاء الله طبق ديال اللحم بلاريكو أو اللوبيا الخضراء. غادي نوجدوه إن شاء الله غير في طنجرة الضغط، كيوجد بسرعة وبطريقة اللي كيجي بها لذيذ بزاف، ما تشبعوش منه. كنتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. والى عجبكم اخواتي الفيديو ما تنساوش فضلا وليس امرا تخليوا لي تعليقكم الزوينه ولايكاتكم للتشجيع. ما نطولش عليكم ونخليكم مع المكونات وطريقه التحضير. اذا بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكونات، عندي اللحم اللي غسلته وقطعته قطع وغنديرو هكا في الطنجره ديال الضغط. الكوكوت، بالنسبه للحم انا استعملت ديال البقري، كلكم ديروا ديال البقري اولا الغلمي حسب الرغبه اللي بغيتو نتوما، وحتى الكميه حتى هي كديروا القياس ديال اللحم اللي بغيتو. عندي 2 حبات ديال البصله قشرتها وغادي نقطعها هكا قطع كيف تلاحظوا معايا، وكنضيفها هكا على اللحم صافي. ما كنحتاجش نشلضها رقيقه، كنقطعها غير هكا قطع صافي وكنديرها. وحبه مطيشه وحده غادي نقشرها وغادي نضيفها حتى هي على هادشي. كنضيف هكا مطيشه حتى هي على البصله. عندي 2 معالق كبار ديال المعدنوس مقطع، 4 ديال الفصوص ديال الثومه مطحونه اولا تحكوها غير في الحكاكه. وبالنسبه للتوابل غندير نص معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود الابزار، نص معلقه صغيره ديال سكينجبير، وندير شويه د الخرقوم. انا ما غنديرش الزعفران نهائيا الملون الغذائي، غادي ندير غير الخرقوم الكركم. اولا الا كان عندكم الزعفران شعره الزعفران الحر بغيتو ديروا شي شويه حتى هو كيجي مزيان. درت نص كاس ديال الزيت نباتيه، وغنزيد زيت الزيتون. انا خلطت هكذا الزيت، درت شويه نباتيه وشويه ديال زيت الزيتون صافي. وغنخلط هاد التوابل مزيان هكا مع البصله واللحم، وغنخليها تقلى حتى كتشرب لنا هاد الحماء التوابل اللي درنا. انا هنايا غندير شويه د الملحه، نسيت ما ضفتهاش مع التوابل صافي. ونغطي عليها ونخليها حتى تقلى، والملح كيبقى حسب الذوق. ودابا غندوز نقي لاريكو اولا اللوبيا الخضراء على ما تقلى الطنجره. انا قطعتها هكا قطع. بالنسبه للطريقه ديال التنقيه ديالها الطريقه العاديه، كنزول هاد الرويصات اللي تيكونوا هكا في الجناب وتنقسمها لقطع. انا وريت هكا الطريقه ديالها غير بالنسبه هكا للبنيتات المبتدئات باش يشوفوا الطريقه كيفاش نقيوها. والكميه ديال اللوبيا الخضراء حسب الرغبه، كديروا الكميه اللي بغيتو. دابا فاش تقلات الطنجره مزيان صافي غادي نمرقها بالماء سخون. فاش تكون الطنجره عاد كتقلى كندير الماء في الغليه هكا يسخن باش كنمرق به. وكندير في الاول هكا الماء الكافي اللي غطيب فيه اللحم ولا ريكو باش ما كنبقاش مره نحل على الطنجره ونزيد الماء حتى كيبسال الطياب. من الاول كندير الماء الكافي. لاريكو غسلته مزيان وغنضيفو مباشره هكا على اللحم. في الاول كنقفل على كل شيء، ما كنقفلش على اللحم بوحديتو حتى كيقرب يطيب وعاد كندير لاريكو. لا، كتعرفوا كيف ما كتعرفوا هكا لاريكو حتى هو كيشد الوقت في الطياب. في خطره في الاول كنديرو مع اللحم وكنقفل على كل شيء في خطره. وغادي نقفل الكوكوت وكنخلي النار في الاول مرتفعه، ومني كتبدا تصفر الكوكوت كنقص عليها النار باش كيطيب هادشي على خاطرو ما كتنشفش لينا الطنجره. ها نتوما ملي حليت على الطنجره لقيت هاد اللحيمه طايبه ولا ريكو طايب مزيان. كتقلبوه بحال هكذا كتحديوه كتلقاوه طايب، والمريقه هي هذيك خاتره وكتجي لذيذه.
حيت كما قلت لكم فاش بدات كتصفر الكوكوط نقصت لها النار وخليتها طابت على خاطرها. كتجي ديك اللحم شاربه التوابل وكتجي لذيذه، وهاد المريقه كتجي خاسره ولذيذه، ماشي بحال ملي كنبقاو مره نحلو ونزيدو الماء في الطنجره. صافي كديروا في الاول الماء الكافي اللي غادي يطيب فيه هادشي. ودابا ما بقى لينا غير نقدموه بالصحه والراحه. كنرافقوه مع سلطه. انا درت غير شلاضه العاديه ديال المطيشه والبصله والبقوله. كيجي هاد الطبق رائع ما تشبعوش منه. غير جربوه بهاد الطريقه اللي شفتوا معايا، انا اكيده ان شاء الله غادي ينال اعجابكم. وإلا عجبتكم وصفه اليوم اخواتي فضلا وليس امرا ما تنسونيش من لايكاتكم للتشجيع. واللي كيشاهد القناه لاول مره ما ينساش اشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. شكرا لكم بزاف على المتابعه، توجدوه بالصحه والراحه والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.